أحيانا لا يكون العنوان مجرد كلمات مثيرة، بل يكون الحقيقة كاملة. قصة تبدأ بالخير وتنقلب بالاختبار وتنتهي بما لم يكن في الحسبان. استمعوا حتى النهاية، لأنكم قد تكتشفون أن بعض الخسارات كانت في الأصل نعما خفية. وإن كنتم تهتمون بالقصص الواقعية من عالمنا العربي، لا تنسوا الاشتراك في قناة حكاية من الشرق. في إحدى مدننا العربية، وقبل سنوات قليلة، عاش شاب في 28 من عمره يدعى محروس. شاب فقد والديه في حادث مروري مؤلم، ووجد نفسه فجأة وحيدا في بيت كبير وذكريات أثقل من العمر نفسه. هذه ليست قصة زواج فقط، ولا قصة طلاق، بل حكاية عن القيم والاختيارات، وكيف يمكن للإنسان أن يرى وجه الحياة الحقيقية عندما يختبر في أضعف لحظاته. بعد وفاة والديه، حاول محروس أن يعيد ترتيب حياته. حصل على وظيفة مستقرة وراتب جيد، وقرر أن يكمل الطريق الذي كان يتمناه له والداه، الزواج والاستقرار. بدأ يبحث بين الأقارب، وكان أول باب يطرقه باب عمه، لكن الرد كان صدما. الرفض لم يكن بسبب الدين أو الخلق، بل بسبب المستوى. كلمة واحدة كانت كافية لتكسر شيئا في داخله، لكنها لم تكسره تماما. لم يستسلم محروس. دل على عائلة بسيطة في الحي، أب متواضع وأمورها المادية عادية، وابنة تعمل معلمة. الفارق العمري كان واضحا، لكنها بدت فرصة لبداية هادئة. تمت الرؤية الشرعية، ولم يكن هناك انبهار، لكن كان هناك شعور بالقبول. المفاجأة جاءت مع طلب المهر. رقم كبير، أكبر من المتوقع. تردد محروس، لكنه وافق. لم يكن المال هو العائق، بل الرغبة في بناء بيت. قبل الزواج ب3 أيام، جاء اتصال من العام نفسه الذي رفضه سابقا. تحذير مباشر، نصيحة متأخرة. لكن محروس، الذي شعر بالخذلان سابقا، رأى في الاتصال تدخلا غير مقبول. أنهى المكالمة ومضى في قراره. تم الزواج. انتقلت الزوجة إلى بيت محروس. في البداية بدت الأمور طبيعية، لكن مع الوقت بدأت التفاصيل الصغيرة تظهر. بخل شديد، عدم مشاركة، كل المسؤوليات على عاتق رجل واحد. ومع ذلك صبر محروس. كان يرى أن الرجل هو عمود البيت. بعد أشهر قليلة أعلنت الشركة التي يعمل بها إفلاسها. فقد محروس وظيفته. البيت دخل مرحلة الاختبار الحقيقي. بدل أن تكون الزوجة سندا، تحول الحديث إلى ضغوط وتهديد بالعودة إلى بيت أهلها. لم تطلب فقط عملا، بل طلبت شكلا اجتماعيا يرضي الناس. قرر محروس ألا يستسلم. استدان واشترى حافلة صغيرة. بدأ يعمل في النقل. عمل شريف واضح، يعتمد على الجهد. نجح المشروع. عاد الدخل. لكن المفارقة أن الزوجة، عندما رأت التحسن، طالبت بأن يكون هو سائقها الشخصي دون مشاركة أو تقدير. تصاعدت الخلافات. غادرت الزوجة البيت. وبعد أيام رفعت قضية تطالب بالطلاق. القضاء كان واضحا، لا مبرر. فطلبوا الخلع وإعادة المهر. وانتهت العلاقة رسميا. استمر محروس في عمله. تعرف على عائلة مختلفة تماما في القيم والتعامل. أخ شاب وأخته المعلمة. بساطة، احترام، مشاركة حقيقية. مع الوقت جاء عرض الزواج، بلا شروط، بلا تعقيد. تم الزواج، وبدأت حياة مختلفة. دعم، تعاون، ووقوف في الشدة قبل الرخاء. لكن الماضي لن ينتهي.
الزوجة السابقة رفعت قضية جديدة متهمة الزوجة الحالية بتخريب الزواج الأول. اتهام خطير. وصلت القضية إلى المحكمة. والمفارقة القاضي نفسه. بعد التحقيق تبين أن القضية كيدية، فصدر الحكم ضد الزوجة السابقة. خرج محروس من التجربة بدرس لا ينس. ليس كل ما يلمع خيرا، وليس كل خسارة شرا. بعض الناس يدخلون حياتنا ليختبروا صبرنا فقط، ثم يرحلون ليتركوا لنا مساحة أفضل. السؤال الذي يبقى: هل نمتلك الشجاعة لنفهم الدرس، أم نكرر الخطأ بأسماء مختلفة؟ وإن كنتم تحبون هذا النوع من القصص الواقعية، اشتركوا في قناة حكاية من الشرق لتصلكم حكايات حقيقية من قلب عالمنا العربي.